أنا حكايتي بدأت في حتة بسيطة، حي شعبي كده كله حياة اسمه السيدة زينب. اتولدت سنة 1887. كنت واحد من ولاد الناس الغلابة اللي عايشين على قدهم. أبويا كان بيشتغل سروجي، يعني بيصنع سروج للخيول. مهنة مش سهلة بس شريفة. بس أنا قلبي كان في حتة تانية، كنت بحب التمثيل من وأنا صغير. عيوني دايما كانت بتدور على المسرح حتى لو من بعيد. كبرت شوية واشتغلت مع خالد طباخ، وهناك بدأت أتعلم لهجة النوبيين وأشوف طيبتهم وسماحتهم. وكان عندي إحساس إن الشخصيات دي ممكن تتحول لكوميديا مختلفة فيها دفء وفيها رسالة. فأول شبابي بدأت أخد خطواتي ناحية التمثيل. اشتغلت مع فرق صغيرة، كنت بلف في المسارح الشعبية. كنت مبسوط حتى وأنا واقف في آخر الصف، المهم إني كنت واقف. وفي سنة 1916 بدأت أنور. عملت فرقة تمثيل وبدأنا نكتب ونقدم عروض مسرحية. كانت بفلوس بسيطة بس بروح كبيرة. الجمهور كان بيزيد كل يوم والاسم بقى ليه وزن، لحد ما جه اليوم اللي اخترعت فيه الشخصية اللي غيرت حياتي. النوبي الطيب البريء اللي بيقول كلام يضحك ويكسب الظلم. وابتدت الحكاية تكبر. الشخصية اللي عملتها كانت شبه الناس، وده كان سرها. كل واحد شاف نفسه فيها، شاف جاره، شاف عمه، أو حتى شاف الحارة كلها فيها. كنت بلبس الجلابية السوداء والطربوش واتكلم بالهدوء النوبي بس، واضحك الناس كلها من قلبهم. مسرحياتي كانت بتتملي والناس بتيجي من آخر الدنيا علشان تتفرج. كنت ببقى واقف على خشبة المسرح، أحس إن مال الدنيا كلها ضحك وتصفيق وعيون بتلمع. المسرح كان بيتي والجمهور كان أهلي. بس برضه مفيش نجاح من غير غيرة، من غير صراعات. كانوا بيقارنوني بناس تانية، بيقولوا ده بيقلد فلان وده بيرد على علان. بس أنا عمري ما قلدت حد. أنا كنت أنا بطريقتي، بضحكتي، بلغتي اللي محدش قبل كده استخدمها بالشكل ده. قدمت أكتر من 160 عرض مسرحي، رقم طبعا. لكن المسرح تعبني، الإنتاج والفلوس والصراع اليومي علشان تفضل واقف. فقلت لنفسي ليه لأ، ما أجرب السيما. دخلت السينما وأنا في عز مجدي. أول فيلم عملته كان سنة 1936، ومن بعده بدأت السكة تكمل. جمهوري كبر أكتر واتعرفت في كل بيت. أفلامي كانت بتضحك بس برضه كانت بتفكر وبتلمس حاجة جوه الناس. بس الشهرة ما بتطولش، والسينما كان فيها نجوم بتطلع بسرعة. أما أنا فكنت بنزل ببطء. السينما كانت جميلة بس برضه كانت غدارة. في الأول كنت أنا البطل، الناس تستناني والمنتجين بيجروا عليا. بس الزمن مشي ووشوش جديدة طلعت، وضحك الناس بقى ليه طعم تاني، أسرع، أصرخ، يمكن أجرأ كمان. ظهر ناس تانية وخفت نوري. بقيت ألاقي نفسي بعمل أدوار تانية بس مش على مقاسي. كنت بقول أهو أكل عيش، وكل مرة كنت بضحك في الكاميرا. بس كنت برجع بيتي وأسأل نفسي هو أنا لسه نجم ولا خلاص؟ وفي الوقت اللي كان غيري بيتكرم وبيتعمل له تمثال، أنا كنت بمشي في الشارع من غير ما حد يلمحني. بعت ذهبي وساعاتي وكل حاجة حلوة كنت جبتها أيام المجد علشان بس أعيش. تعبت وصحتي وجعتني ولساني تقل، وضحكتي اتحبست جوه قلبي. في آخر أيامي دخلت المستشفى، والسرير كان واسع والسكوت كان تقيل. مفيش حد من اللي كانوا حواليا زمان، مفيش ورد، مفيش حتى وداع. بس مع كل ده أنا مش زعلان، أنا عملت اللي محدش عمله قبلي. ضحكت الناس من قلبها وسبت أثر بجد. ولو محدش فاكرني النهاردة، فأنا فاكر كل لحظة كانوا بيضحكوا فيها وأنا على المسرح أو الشاشة. أنا مشيت بس ضحكتي لسه هنا. هتلاقوها في فيلم قديم أو مشهد مسرحي. هتلاقوها في ذكرى على لسان واحد كبير بيحكي لابنه عن اللي كان بيضحكنا زمان. ودي كانت حكايتي، حكاية فنان طلع من قلب الناس وفضل طول عمره ليهم. يمكن الدنيا نسيتني شوية، ويمكن الأضواء راحت لناس تانية، بس أنا سايب ورايا ضحكة، والضحكة عمرها ما بتموت. أنا مش طالب تسفيق ولا تكريم، أنا بس عايز لما تشوفوني على الشاشة حتى لو صدفة تبتسم وتقول الراجل ده ضحكنا زمان. طب قولي بقى، بعد كل اللي انت سمعته ده عرفت أنا مين؟ اكتب لي في الكومنت اسم الشخصية، وقول لي أول مرة شفتني كانت فين، وافتكر كانت فيلم ولا مسرحية، يمكن حكاية جدك. لو لسه مش عارف أنا مين، خليك متابع معايا، علشان كل حكاية من الزمن الجميل ليها وقتها وليها رجمها اللي لازم نرجعه للنور من تاني.